السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم لا فيديو في أحسن الأحوال إن شاء الله. ومرحبا بكم في قناة عالم إسراء. جريمة بشعة وغريبة، قتلات الابن ديالها وطيبات وكالته، جريمة من العيار الثقيل. هاد الجريمة ما يمكن حتى واحد يصدقها، لأن كلنا كنعرفوا أن الأم هي اللي كتخاف على وليداتها وكتحضنهم، وهي مصدر الحب والحنان. حسبي الله ونعم الوكيل في هذه الأم. تابعوا التفاصيل في الفيديو، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. جريمة غريبة وبشعة في نفس الوقت. قتلت ربة بيت طفلها الذي يبلغ من العمر 5 سنوات، ولم تكتفي بذلك، بل طبخت أجزاء من جثته وأكلت منه في منزلها في الشرقية. وبينت التحريات الأولية أن السيدة المتهمة بقتل طفلها منفصلة عن زوجها منذ 3 سنوات، وأنها كانت تعيش مع ابنها في منزلها، وأنها قتلت طفلها الذي يبلغ من العمر 5 سنوات. وبعدما أنهت حياته قطعت جثته وطبخت جزءا منها في إناء، وبالتحديد طبخت رأس الطفل الضحية. وتم ضبط المتهمة والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقق في مركز الشرقية، فيما تم التحفظ على ما تبقى من جثة الصغير تحت تصرف جهات التحقيق. وأثبتت النيابة العامة سلامة القوى العقلية والنفسية، وذلك بعدما استطاعت منصات التواصل الاجتماعي دون سند جازم إلى ادعاء اختلال القوى العقلية للمتهمة أو صحتها النفسية كسب لارتكابها الجريمة البشعة والغريبة، وهو ما لم تفسر عنه التحقيقات، بل توصلت إلى عكسه، حيث رجحت شواهد وأمارات عديدة سواء خلال إجراء المعاينة أو استجواب المتهمة أو سؤال الشهود، رجحان سلامة قواها العقلية والنفسية. وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمة بقتل ابنها البالغ من العمر 5 سنوات. مع سبق الإصرار، وذلك بعدما صرحت بارتكاب الجريمة خلال استجوابها في تحقيقات النيابة العامة. وبعدما توصلت التحقيقات حتى الآن إلى الوصول إلى أدلة تؤكد ثبوت الواقع وصحة استنادها إلى المتهمة المحبوسة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لأول مرة كشوف القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد.